ويلا النهارده نبدا فيديو قوي حماسي وكله طاقه ايجابيه. وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده 11 رمضان وعملنا شويه رز ابيض في حته تانية بطريقه جميله قوي 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 قوي، وحبه بيكاتا بالفراخ وحبه بطاطس محامير. وتعالوا نبدا الفيديو ونشوف التحضيرات ونشوف اكلنا النهارده راح لغايه فين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. بتوحشوني 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا النهارده نبدا فيديو قوي حماسي وكله طاقه ايجابيه، ونشوف النهارده البيكاتا بالفراخ بتاعتنا وحبه رز ابيض كده بالمستكه هيروح لغايه فين، وحبه بطاطس محامير. وعايزه اقول لكم يعني بلاش نبقى تقليديين في الاكل، وخلينا كده نخش شويه غربي، شويه غربي، نخش شويه غربي ونعمل اكل كده لاولادنا حلو جميل ممتع وما ياخدش منك غير نص ساعه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا داخله المطبخ الساعه 5 بالظبط، جايبه معايا نص كيلو من البانيه، رشيت عليه شويه ملح وفلفل وجوز الطيب. بكاتا بالفراخ يعني ملح وفلفل وجوز الطيب. بتبهري الفراخ بتاعتك وقبل قوي، ونسيب الفراخ كده بقى مع نفسها على جنب شويه، ونجيب معلقتين سمنه محترمين وحبه زيت وفصين من المستكه، ونعمل اول حاجه الرز بتاعنا. الرز النهارده فيه تركايه عفوا هتروح معاكي في حتة تانية خالص. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فنجان لبن خد الرز بتاعي النهاردة وراح في حتة تانية. ما احنا في رمضان يا جماعة ولازم نغير وننوع لولادنا ونعمل حاجات جديدة ونغير في طعم الأكل عشان يقولولك الله يا ماما وتسلم ايدك وربنا يخليكي. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فالنهاردة الرز بتاعنا كان تحفة لما ضفت عليه حبة اللبن. سويت الرز الأبيض باللبن. وأهم حاجة بقى التركية التانية إنك تشوحي الرز لغاية ما كل رزاية تتغلف بالمادة الدهنية بتاعتك وتاخد كده لون خفيف قوي، وتبدأي تنزلي بالمية السخنة على الرز وتحبرشي بقى الرز ده بشوية ملح بتوعك وبس كده يا ست الكل. وكده أصبح معاكي الرز جاهز. نزلنا بالمية السخنة وفنجان اللبن. والله العظيم فنجان اللبن ده خد الرز بتاعي في حتة 13 حاجة كده خطيرة. نوطي بقى عليه ونحطه على عين كده صغنونة، وطي النار خالص، ونبدأ نخش على البيكاتا ونجيب معلقة سمنة كده محترمة، معلقة زبدة محترمة، المتاح عندك يا ست الكل وانتي بتحبي تشتغلي بيه اشتغلي بيه. حبة زيت تسخن كده معانا، وهندي للفراخ بتاعتنا صدمة، ندي للبيكاتا بتاعتنا صدمة. تمام. ننزل بس بمعلقة سمنة كده محترمة، حبة زيت، وننزل بالفراخ كده بقى هتبقى معايا خطيرة جدا. نشوح بقى الفراخ عليها ايه ملح وفلفل جوز الطيب. ننزل بالقطع الفراخ بتاعتنا والصدور بتاعتنا، يعني تكون علوها يكون سنتي، يعني ما تكونش رقيقة، لان البيكاتا بتبقى محتاجة سمك الفراخ بتاعنا بيبقى سنتي كده، يعني حجمها حلو قوي غير بانيه الفراخ خالص. تقطيعة هتشتريها من الراجل هتقولي له هعمل بيها بيكاتا، هو بيبقى فاهم كل حاجة، بيديك البانيه كده محترم، يعني الحتة سيكة كده تخينة سنة. كده خلصنا شوحنا. ننزل بصلاية متقطعة مكعبات. تمام. فص توم صغنون، ونبدأ نقلب البصلة بالثوم بالفراخ بتاعتنا. وبكاتا يعني مشروم. كده ناقص لنا المشروم، هننزل عليه هننزل بالمشروم بتاعنا على الفراخ ونديهم بردك تقليبة وتشويحة كده حلوة محترمة. وتبدأي تنزلي بمعلقة دقيق على البيكاتا بتاعتك،
وتشوحي بقى معلقة الدقيق بكل اللي انت شايفاه ده كله، ونبدأ ننزل بقى باللبن بتاعنا او الحليب بتاعنا. ما عندكيش هنحط كريمة لباني، ما عندكيش هنحط لبن وشوربة وحتة قشطة. تمام، ننزل باللبن، هنزل بقى بشوية البهارات اللي احنا هنضيفها. هنضيف ملح وفلفل وجوز الطيب، تمام، ومعلقة قشطة كده محترمة، وكده بقت جاهزة معايا. هنحط اخر حاجة بقى حبة بقدونس، نبدأ نغطي عليها بقى، تاخد غلوتين كده بقى، نحط لها الفلفل وجوز الطيب. كده خلصنا اكلنا، عملنا الرز وعملنا البيكاتا. هنحمر طبق بطاطس، تمام، طبق بطاطس، طبق بطاطس صوابع كده، ايوه. وكده انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو. تعالوا نشوف بقى اكلنا راح لغاية فين. عملت حبة رز النهاردة خطير خطير خطير، في حتة تانية خالص والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بس كمان اديني حتة، هنصب التمر. نعم اديني حتة. دي عملتي ايه؟ عملتش حاجة. عملتي ايه؟ كوارث. ده خلاص هيدن وكله يقعد ويلتزم، ومش عايزين ايه صوت عالي. لا لا ما ماشي ماشي، بس انا عملت نغرف مع بعض. خطير. اجيب لي اللعبة. جبت لك لعبة؟ لو كلت طبقك كله حاضر. البيكاتا بتاعتنا انا كده يمكن كده بعرف اكل الطبق كله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رز خطير. رز تاني. اتفضلي هاتي يا باشا. ريحتها تحفة بس تحفة. وطعمها لسه ما دقناش. طيبين ايه يا ماما في ايه؟ حمير، البطاطس محمير. شوية بطاطس محامير، نحط لهم حبة ايه توابل. توابل بقى ايه بطاطس. كالوج اشوفكم بقى في فيديو جديد. البطاطس بتاعتي اللي ريحتها بتشهي، وفي حلقه جديده من عائله ماما روما. وصوما مقبولا وافطارا سهيا، وكل سنه وانتم طيبين. وده اليوم ال11 من رمضان. يلا اشوفكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. واللي يشوفني لاول مره ما ينساش يحط لي سبسكرايب للقناه
فضلا وليس امرا، وصلوا على رسول كتير وكومنت حلو منكم لو اول مره تشوفوا قناه عائله مروه، فضلا وليس امرا. سلام.